عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كده عايزين نعمل حاجه حلوه كده سريعه وخفيفه على طول في الجو الساقع قوي ده كده، ونعمل جنبيها كوبايه شاي بلبن، كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه. هتمشي مع اي حاجه، هتبقى جميله ولذيذه وخفيفه. تمام. هنا بقى معانا رنا بتقول لكم حطوا اللايك، ما تنسوش اللايك. شايفين؟ اوعوا تنسوا اللايك. رنا بتفكركم باللايك يا جماعه. بصوا شايفين انا هنا بوريكم بس قد ايه هي هشه وجميله ولذيذه وخفيفه. يا جماعه البسيسه دي بطريقه ستي، يعني بطريقه من زمان قوي 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 قوي، يعني شايفين؟ بطريقه ستي حاجه كده يعني خرافيه، وبجد هشه وجميله ولذيذه قوي وطعمه، ودفتنا جدا واحنا قاعدين. كان الجو ساقع جدا وكنا سقعانين جدا، وكنا عايزين حاجه حلوه كده سهله وسريعه على طول، فجه في دماغنا على طول بسيسة ستي والجو الساقع اللطيف الظريف ده. تمام. شايفين قد ايه هي هشه؟ يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده معانا 3 بيضات درجة حرارة الغرفة، معانا بيكنج باودر اللي هو بيبقى شبه الكيك شيف بالظبط، ومعانا كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، ومعايا كوباية من دقيق الذرة، عليهم كوبايتين من الدقيق العادي. يعني انا في البسيسة دي بحط كوبايتين من الدقيق العادي عليهم كوباية من الدقيق الذرة، وطبعا الدقيق العادي انا نخلاه قبل اي حاجة. وحطيت هنا كيس اللي هو البيكنج باودر اللي يشبه الكيك شيف، جميل قوي. وهنا هدي بقى الدقيق مع بعضه تقلبتين 3 كده كالمعتاد، ان احنا بندخل للدقيق هوا عشان الدقيق ما يبقاش مكتوم معانا لما ينزل في المكونات السايله، يعني تبقى الكيكه خفيفه وهشه كده. ده برضو خطوه من خطوات الكيك ان هي تطلع هشه وجميله. وزي برضو ما عودتكم قبل كده معايا في كيكات عملناها مع بعض قبل كده، ان انا بحط 3 مكونات الاول مع بعض اللي هو الزيت والسكر واللبن. وزي ما انتم شايفين هنا كان معايا برتقانتين 2. ما حبيتش اجيب بقى الفانيليا اللي بريحه البرتقان، كده كده عندي برتقان في البيت، اعمل ايه؟ رحت واخده برتقانتين، وزي ما خدت الفكره دي كده من مرات اخويا، كانت عامله معاكم كيكه لو تفتكروا في بيت العيله ساعه ما كنا عاملين مع بعض بيت العيله. وخدت القشر بس الاصفر الخفيف من بره كده، ما دوستش جامد كده في التقشير زي ما انتم شايفين. خدت كده القشر الاصفر بس اللي بره، وشلت الابيض كله وركنته على جنب عشان الابيض ده هيديني مراره. وحطيت البرتقانه كلها في الخلاط زي ما انتم شايفين، وقعدت اضرب كده ضرب جيد لمده ربع ساعه عشان اضمن ان كل المكونات دخلت في بعضها. والبيض مش هنزل بيه غير لما اضرب المكونات الاربعه دول مع بعض كويس جدا جدا جدا. وكان معتاد كان معانا عمر، يعني اكيد شفته طبعا، عمر قاعد جنبي مستني الحاجه الحلوه. عايزه اقول لكم ان هي عجبتهم جدا جدا جدا. ده غطا الازازه بتاع اللون الاصفر وقع مني في الخلاط بس شلته. طبعا احنا عايزين نعرف يعني يبقى لونها اصفر كده ولذيذ كده ولطيف زي ما بنجيب الحاجات من الفرن. حطي لون طعام، جل او بودره اللي موجود عندك، الاتنين واحد يعني، بس انا اللي كان متاح عندي اللي هو الجل. بس لعلمكم انا بحب البودر اكتر. وهنا جبت بقى صينيه مبطنه كده، حبه زيت على حبه دقيق زي ما انتم شايفين، وبدأت تقلبتين كده كويسين جدا. المهم ان انا امزج المكونات مع بعض كويس جدا جدا جدا. وطبعا كنت مولعه الفرن قبليها بنص ساعه، مش ربع ساعه خالص، ربع ساعه دي في الصيف بس، لكن الشتا نص ساعه يا جماعه عشان الفرن يسخن معايا كويس قوي. وبحطها على درجه حراره 180 وبسيبها بقى في الفرن لحد ما الريحه تطلع. الريحه طلعت اعرف كده ان الكيك معايا خلاص يعني الريحه طلعت، الكيك كده خلاص استوى معايا، وافتح براحتي عليه. طول ما الريحه ما طلعتش، لكن يعني الريحه ما طلعتش ما تفتحيش على الكيك ابدا. بصوا شايفين هنا بقى بقطعها، وبصوا وشها محمر كده ولطيف ازاي وظريف، حاجه كده يعني خرافيه بجد خرافيه والله بجد. وكان يعني كانت قاعده حلوه قوي مع كوبايتين شاي كده، وبجد بجد كان دفى دفى يعني، وروايح الزمن الجميل بقى كده. فاهمين انتوا؟ اكيد طبعا لما بنعمل حاجات من الزمن الجميل دي ليها كده روايح جميله كده ودفى حلو كده زي ما انتوا عارفين. شايفين بقى البسيسه صفرة ازاي من اللون اللي احنا حطيناه؟ ما تنسوش اللايك يا جماعه، رنا بتقول لكم ما تنسوش اللايك. شايفين الهشاشه؟ شايفين الطراوه اللي داخل الكيك من جوه البسيسه اسفه؟ شايفين قد ايه حلوه قد ايه جميله؟ اتمنى تجربوها، اتمنى كده تقومي تتشجعي وتعملي حاجه حلوه سهله وسريعه وبسيطه للاولاد على طول. طبعا حطينا فانيليا في المكونات، طبعا مش ننسى الفانيليا زي ما انتم شايفين كده. طبعا هكتب لك كل المكونات في صندوق الوصف. ودي كانت حلقتنا النهارده، يعني حاجه حلوه كده سريعه وبسيطه من ايام الزمن الجميل. يا رب تكون الحلقه لطيفه وظريفه وخفيفه وعجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، والشير يا جماعه، ما تنسوش اللايك.
واتمنى تقومي تجربي البسيسة على طريقة ستي. وسلام.